اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعيد عليكم الايام بخير. انا النهارده بقى جبت حبه جزر كده كويس، غسلتهم كويس كده، وحبه لفت. قلنا بقى عشان نملحهم بقى عشان رمضان. هنا بقى اللفت جبته وغسلته كده كويس، وشلت منه العروق الخضراء بتاعته دي، ونضفت اي حاجه فيه. غسلته كويس جدا، نقعته الاول بعد كده غسلته حلو. هنقطعه بقى ايه صوابع كده. ولما اشتري اللفت بتاعي اشتريه انقي اللفتاية التقيلة، ما انقيهاش خفيفة، عشان الخفيفة دي بتبقى شايخة. الخفيفة دي بتبقى عاملة زي السفنج كده، مبتبقاش حلوة ابدا. فاجيبه تقيل كده بيبقى حلو زي الفل، زي ما انتوا شايفينه كده. هقطعه بقى ايه التقطيعة، زي طبعا كل واحد حسب ما بيحب التقطيع اللي هو عايزها يعني. انا قطعته كده ايه صوابع كده. وقطعت برضو جزر كده صوابع، كله كده قطعته وغسلته كويس. وهنا بشرت بقى بنجراية، ودي ازازة بقى اللي هنملح فيها اللفت. هنعبي بقى، نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. ونعبي بقى اللفت كده، ونظبط بقى المخلل بتاعنا. وصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا الازازة دي بقى ايه احنا عاملينها ليه؟ عشان هي بتبقى محكمة الغلق، يعني مبيخشلوش اي هوا بقى. متخلوش يخشله هوا، فايه يبقى مظبوط معانا ان شاء الله. هنا بقى انا عبيت الازازة دي لفت وجزر، وواحدة جزر، ودي لفت بس. هنا بقى دي المية اللي هنظبطها بقى للمخلل. انا هنا معايا دي المج ده خل، هنزل بيه بقى على المية. ما تخافوش، مش بيتهرى ولا اي حاجه، بالعكس ده بيخليه مقرمش وبيبقى زي العسل. وهنزل بقى هنا بالملح بتاعي، كل مج ميه زي اللي احنا حطينا الخل ده. كل مج ميه هننزل عليه معلقه ملح، معلقه الاكل دي مليان. طبعا انا بقى هحط الملح حسب بقى كميه الميه اللي عندي. اظبط له بقى ملحه كده. وصلوا بقى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. اظبط له بقى الملح كده حلو. اللذيذه دي بتبقى حلوه جدا في المخلل، لان هي بتبقى محكمه، ما بتدخلوش اي هوا. وبيقعد معانا من السنة يعني بيطول معاكم، ما تقلقوش. زي ما يقعد ما يجروش حاجات، لما المخلل مش داخل له هوا خلاص. اظبط بقى كده الملح بتاعه حلو. طبعا على حسب بقى، طبعا انا خلصت المية دي ومحتاجة مية تاني، هروح حاطة بقى ايه مية تانية، واحط لها ملح برضو تاني. لحد ما نظبط ملحها كله كده ايه ويبقى مظبوط. دول بقى معلقتين سكر كده. معلقتين السكر دول بيخلوه ايه مقرمش، وبيبقى مادة حافظة برضو للمخلل بتاعنا. هندوب بقى الملح مع السكر مع الخل كده. هندوبه كويس كده. ونعبي بقى ايه المية بتاعتنا على المخلل كده. يعني ده هعبي بس البنجر كده على الليفت الاول. يعني الازازه اللي انا عاملاها ليفت بس دي هحط عليها البنجر كده. انا عايزاه يبقى لونها احمر وحلو كده، زي المحلات كده بيبقى لونه احمر وحلو كده. ايه عايزاه لونه احمر خالص كده. عشان كده ده بس ايه اللي حطيت له بنجر، انما التانيين ما حطيتش عليهم بنجر. هنسيبهم للون الطبيعي بتاعهم كده. هنعبي بقى المية كلها كده ونظبطه بقى كده. بصوا بقى ده حبة، بصوا لسه يعني ما استواش، بس بصوا تحفة كده. بصوا البنجر خلاه ملون في ساعتها ازاي. عايزين يبقى لونه جميل كده وشكله كده حلو ويفتح النفس. بصوا لسه ما استواش، شكله والله زي العسل. تشجعوا بقى يا بنات كده، وايه وهاتوا كام كيلو مخلل كده، وايه ظبطوه عشان رمضان كده ان شاء الله. يبقى عندكم كل الخير بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الأيام بخير. وطبعا ما تقلقوش، هيبقى زي العسل معاكم. شجعوا كده ايه وجربوا ان شاء الله. انا بقى هنا بقول لكم ان ايه كل مج ميه عليه معلقه ملح. ظبطوه كده ان شاء الله هيبقى زي العسل. بس وده كان الفيديو بتاعنا، متنسوش بالاشتراك اللي مش مشترك، واللايك بتاعكم الجميل، وكومنت حلو منكم. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.